ولا تمدن عينيك. من أكتر الآيات اللي في القرآن الكريم اللي ممكن تغير حياتك 180 درجة. كلمتين بس لو فهمتهم حياتك كلها تتغير 180 درجة. تحول من شخص مضغوط ومشتت ومليان بالغضب والحيرة لإنسان متزن نفسيا وسعيد بحالك وراضي. كلمتين بالظبط بيلخصوا كتب ودراسات ومئات الجلسات النفسية اللي ممكن تاخدها عشان تعالج روحك من إحساس الغضب والضيق والحيرة. كلمتين بيجاوبوا على أسئلة احتارت الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس في الإجابة عنها. كلمتين بيستحضروا تلقائيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول: من بات آمنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يومي فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني لو صاحي من نومك ما بتشتكيش من حاجة والتلاجة عندك فيها فطارك وغداك وعايش في بلد آمنة مفيهاش حرب ولا عصابات، فأنت كده حرفيا بتملك الدنيا كلها. وساعتها مش المفروض إنك أنت تمد عينك. وسبحان الله لما تيجي تبص للتعبير القرآني ولا تمدن عينيك، هي العين ما بتمدش، المفروض الإيد هي بتتمد لكن مش العين هي اللي بتتمد. لكن ربنا شبه العين كأنها إيد بتتمد، كأن عارف أنت الشخص اللي بيبص في حياة التاني وكأن عينيه هتطلع من كتر ما هو نفسه في الحاجة اللي عند التاني. فسبحان الله ربنا استخدم التعبير الرائع ده ولا تمدن عينيك، اللي هي كأن اللي عينك هتطلع على حاجة. انت لو عندك الأساسيات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها فخلاص انت مش من حقك تبص في حياة حد تاني، ولا بقى فلان شغال ايه ولا بيقبض كام ولا عايش ازاي ولا عنده كام ولد ولا مراته حلوة ولا وحشة ولا عنده كام صاحب ولا بيسافر فين ولا عايش ازاي ولا راكب ايه. ومشكلة عصرنا ان السوشيال ميديا خلت موضوع مد العين ده سهل جدا. بقى سهل انك انت تخش تتفرج على حياة ده وده 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 وتشوف الحلو في حياة ده وده 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 وتتخيل ان انت ممكن تاخد من كل حياة الحلو اللي فيها وتعملها انت في حياتك، وده اصلا مش واقعي بالمرة. واصلا كل الحاجات الحلوة اللي انت بتشوفها دي ربنا سماها زينة الحياة الدنيا. والدنيا عاملة زي الوردة الجميلة لما عينك تقع عليها تخطف عينك، بس الوردة دي خلال ايام هتلاحظ انها بتدبل وتصفر وتختفي. هي دي الدنيا بالظبط. اي حاجة حلوة فيها هتنتهي وهتخلص بموتك، انما اللي هيفضل باقي معاك ومكمل معاك الى ما لا نهاية هو عملك الصالح، او اللي ربنا سماه الباقيات الصالحات. يعني اللي هيبقى لك هو كل خطوة بتمشيها في طريقك لربنا، حتى لو كانت الخطوة دي مجرد شبر، زي ما ربنا قال: من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع. فالمسألة كلها بتبدأ بشبر، خطوة بتاخدها، تقوم تتوضى تصلي ركعتين تتوب فيهم إلى الله، تتصدق ولو حتى في 5 جنيه تديهم لواحد غلبان. أي خطوة أي خير هتعمله هيكون سبب في إن ربنا يزودك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هو ده اللي هيبقى لك. كل ركعة بتصليها بالليل لوحدك بعيد عن عيون الناس، كل كلمة طيبة بتقولها لحد محتاج، كل ذكر الله بتقوله تستحضر بيه عظمة الله وسلطانه. الحياة من منظور ولا تمدن عينيك مختلف تماما، بيخليك تعيش في حياة تانية خالص. حياة اللي بيعيشها بيعيش الجنة في الدنيا قبل الآخرة. اما بقى اللي بيمد عينه في كل تفصيلة في حياة الناس ما بيشبعش ابدا، ومهما ربنا اداله بيفضل برضه حاسس انه فقير ومحروم. وده اكبر عقاب ربنا بيعاقب بيه الانسان اللي بيمد عينه او بيبص في حياة غيره. خدها كده قاعدة هترتاح: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.